السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة. النهاردة معانا الجزء التاني من قصة أسماء والجن العاشق. بس قبل ما نبدأ متنساش تنزل الأول وأهم حاجة تصلي على النبي في الكومنتات، لأن دي صدقة جارية ليك وليا فيما بعد. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. الشيخ زايد جالي البيت هو وحسن، ولما دخلوا قال لي اجيب له اي غرض يخص اسماء اختي، فجبت له حجاب وبعدها طلب يدخل اوضتها. دخلنا وجوه بدأ يعمل حاجة غريبة شوية. كان معاه ازازة مية فضاها على الحجاب ومسح وش الطفل بالشيء اللي كان على الازازة، وكتب على جبهته جزء من آية كده، وبعدها غطى وش الطفل بالحجاب وبدأ يقرأ سورة معينة من القرآن زي المعوذتين والكرسي والكلام ده، وأواخر سورة البقرة وسورة الصفات. وفضل يقرأ كتير جدا لحد ما حرفيا لقينا حصل أغرب شيء ما كانش حد متخيل إن ممكن يحصل أبدا. الطفل بدأ يتكلم ويوصف مشاهد أغرب من الخيال. الشيخ زي يتكلم الطفل وقال له: أنت شايف إيه دلوقتي؟ الطفل فضل ساكت شوية وبعدها حصلت اهتزازة في جسمه وقال: أنا في مكان واسع أوي. الشيخ قال له: حدد لي أنت شايف إيه في المكان ده. سكت الطفل دقايق وبعدها رد على الشيخ زايد وقال له: انا شايف على مسافة بعيدة بنت قاعدة على الارض. قال له الشيخ زايد: حاول تتحرك وتحدد لي وصف البنت دي. المرة دي بقى الطفل سكت مدة اكبر، والشيخ رجع يقرأ قرآن تاني ورجع يكلمه: حدد لي وصف البنت. الطفل رد وقال: هي مش لوحدها. الشيخ قال له: معاها مين؟ الطفل قال له: معاها الشيطان واقف جنبها وهي متأيدة، وفي شياطين صغيرة حواليها، وهي خايفة وبتعيط، وشعرها طويل ولونه اسود، لابسة عباية سودا ومنقوشة بالذهبي وبتلمع. هي حروف، في حروف باسم منصور. في اللحظة دي الطفل صرخ جامد ووقع على الأرض وفضل يتهز جامد ويتهز كأنه عنده صرع، وفضل على كده لحد ما جسمه هدي خالص وفاق. ولما فاق ما كانش فاكر أي حاجة. الشيخ زايد بعدها قال لي: للأسف يا ابني، ناصور ده الشيطان اللي عشقها، من أقوى الشياطين وابن إبليس الأول، وصعب جدا تسيطر عليه، وكمان هو مسيطر عليها جامد ومأيدها بطلسم قوي. بس ما تقلقش، هنجرب تاني، وبإذن الله ابن هيعرف يفك الطلسم. بس احنا هنعاني شوية لكن هنقدر نحررها. لازم تتحرر قبل الفجر، وإلا هتفضل على كده ومش هنقدر نعمل أي شيء. بس لازم نعرف الأول ليه حضر ناصور. أكيد في سبب لحضوره، لأنه مش بيحضر غير بدعوة. بصراحة كده كلام الشيخ زايد كان بجد مرعب. يعني ايه اختي ممكن تكون استدعت الكائن ده؟ الشيخ قرر تاني اللي عمله ومسح وش الطفل من نفس الإزازة وحط على الحجاب برضه، وبعدها غطى وش الطفل بالحجاب وبدأ يقرأ آيات من القرآن لحد ما الطفل وجسمه فضل يتهز. فهنا الشيخ زايد سأله وقال: شايف ايه؟ الطفل قاله: انا شايف شاب واقف عند تربة وفي ايده كيس. هو دخل جوه التربة، الشيطان خرج معاه. طب حدد لي شكل الشاب ده. هو اسمر وطويل وفي صلعة من قدام. اول ما قال اسمر وطويل وفي صلعة من قدام انا جسمي كله اترعش. معقولة هو طيب؟ طب ليه؟ فضلت منتبه للشيخ زايد وهو بيسأل الطفل، وفجأة الطفل اتهز جامد وجسمه استكان تماما. والطفل اللي بعدها قال: انا شايف نفس الشاب جوه اوضه ومعاه عجوز. طب حدد لي بيعملوا ايه. مسك العجوز صورة مين؟ الطفل رد وقال: مش هقدر احدد، لو قربت اكتر هتحرق. في اللحظة اللي خلص كلامه الطفل اتهز جامد ووقع على الارض تاني. فاق الطفل بعد لحظات وبرضه ما كانش فاكر اي حاجة. والشيخ زايد بدأ يفهمنا اللي حصل وبدأ كلامه بسؤال: تعرف حد يا ابني بالوصف ده؟ تعرف حد يا ابني بالوصف اللي وصفه ابني؟ الشاب اللي وصفه تعرفه؟ ايوه، ده حد معرفة وجه اتقدم لاختي واحنا رفضناه.
طب وهي كانت عايزاه وانتم اللي رفضتوه؟ لا هي ما كانتش موافقة عليه اصلا. الشاب ده الله يسامحه عمل لكم سحر، عمل سحر اسمه سحر المحبة لاختك، وللأسف خادم السحر اللي هو ناصور عشق اختك، ولازم العمل يتشال وإلا الخادم هيفضل موجود. وبس كده تكون انتهى الجزء التاني وخلاص، ما فاضلش غير جزء واحد والاخير، وبعدها محضر لكم قصة يعني هتعجبكم جامد. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي من تحت انك من الابطال، لانك ما بتخافش ووصلت لحد الجزء ده. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان في الجزء التالت هيوصل قريب. سلام. التالت هيوصل قريب. سلام. الطفل بدأ يتكلم ويوصف مشاهد أغرب من الخيال. الشيخ زي اتكلم الطفل وقال له: انت شايف ايه دلوقتي؟ الطفل فضل ساكت شوية، وبعدها حصلت اهتزازة في جسمه وقال: انا في مكان واسع اوي. الشيخ قال له: حدد لي المكان اللي انت شايف، حدد لي انت شايف ايه في المكان ده. سكت الطفل دقايق، وبعدها رد على الشيخ زايد وقال له: انا شايف على مسافة بعيدة بنت قاعدة على الارض. قال له الشيخ زايد: حاول تتحرك وتحدد لي وصف البنت دي. المرة دي بقى الطفل سكت مدة اكبر، والشيخ رجع يقرأ قرآن تاني ورجع يكلمه: حدد لي وصف البنت. الطفل رد وقال: هي مش لوحدها، معاها اتنين. هي مش لوحدها. الشيخ قال له: معاها مين؟ الطفل قال له: معاها الشيطان واقف جنبها وهي متأيدة، وفي شياطين صغيرة حواليها، وهي خايفة وبتعيط، وشعرها طويل ولونه اسود، لابسة عباية سودا ومنقوشة بالذهبي وبتلمع. هي حروف، في حروف باسم منصور. في اللحظة دي الطفل صرخ جامد ووقع على الأرض، وفضل يتهز جامد ويتهز كأنه عنده صرع، وفضل على كده لحد ما جسمه هدي خالص وفاق. ولما فاق ما كانش فاكر أي حاجة. الشيخ زايد بعدها قال لي: للأسف يا ابني، ناصور ده الشيطان اللي عشقها، من أقوى الشياطين وابن إبليس الأول، وصعب جدا تسيطر عليه، وكمان هو مسيطر عليها جامد ومأيدها بطلسم قوي. بس ما تقلقش، هنجرب تاني، وبإذن الله ابن هيعرف يفك الطلسم. بس احنا هنعاني شوية، لكن هنقدر نحرر. لازم تتحرر قبل الفجر، وإلا هتفضل على كده ومش هنقدر نعمل أي شيء. بس لازم نعرف الأول ليه حضر ناصور. أكيد في سبب لحضوره، لأنه مش بيحضر غير بدعوة. بصراحة كده كلام الشيخ زايد كان بجد مرعب. يعني ايه اختي ممكن تكون استدعت الكائن ده؟ الشيخ قرر تاني اللي عمله، ومسح وش الطفل من نفس الإزازة وحط على الحجاب برضه، وبعدها غطى وش الطفل بالحجاب وبدأ يقرأ آيات من القرآن لحد ما الطفل وجسمه فضل يتهز. فهنا الشيخ زايد سأله وقال: شايف ايه؟ الطفل قاله: انا انا شايف شاب واقف عند تربة وفي ايده كيس، هو دخل جوه التربة، الشيطان خرج معاه. طب حدد لي شكل الشاب ده. هو اسمر وطويل وفي صلع من قدام. اول ما قال اسمر وطويل وفي صلع من قدام، انا جسمي كله اترعش. معقولة هو طيب؟ طب ليه؟ فضلت منتبه للشيخ زايد وهو بيسأل الطفل، وفجأة الطفل اتهز جامد وجسمه استكان تماما، وقال بعدها: شايف نفس الشاب جوه أوضة ومعه. والطفل اللي بعدها قال: أنا شايف نفس الشاب جوه أوضة ومعاه عجوز. طب حدد لي بيعملوا ايه؟ مسك العجوز صورة مين؟ الطفل رد وقال: مش هقدر احدد، لو قربت اكتر تتحرق. في اللحظة اللي خلص كلامه الطفل اتهز جامد ووقع على الأرض تاني. فاق الطفل بعد لحظات وبرضه ما كانش فاكر أي حاجة. والشيخ زايد بدأ يفهمنا اللي حصل، وبدأ كلامه بسؤال: تعرف حد يا ابني بالوصف ده؟ تعرف حد يا ابني بالوصف اللي وصفه ابني؟ الشاب اللي وصفه تعرفه؟ أيوه، ده حد معرفة وجه يتقدم لأختي واحنا رفضناه. طب وهي كانت عايزاه وانتم اللي رفضتوه؟ لا هي ما كانتش موافقة عليه أصلا. الشاب ده الله يسامحه عمل لكم سحر، عمل سحر اسمه سحر المحبة لاختك، وللأسف
خادم السحر اللي هو ناسور عشق اختك ولازم العمل يتشال، والا الخادم هيفضل موجود. وبس كده تكون انتهى الجزء التاني وخلاص، ما فاضلش غير جزء واحد والاخير، وبعدها محضر لكم القصة يعني هتعجبكم جامد. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي من تحت انك من الابطال، لانك ما بتخافش ووصلت لحد الجزء ده. وسلام. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان في الجزء التالت هيوصل قريب. سلام. والطفل اللي بعدها قال: انا شايف نفس الشاب جوه اوضه ومعاه عجوز. طب حدد لي بيعملوا ايه. مسك العجوز صورة مين؟ الطفل رد وقال: مش هقدر احدد، لو قربت اكتر هتحرق. في اللحظة اللي خلص كلامه الطفل اتهز جامد ووقع على الارض تاني. فاق الطفل بعد لحظات وبرضه ما كانش فاكر اي حاجة. والشيخ زايد بدأ يفهمنا اللي حصل، وبدأ كلامه بسؤال: تعرف حد يا ابني بالوصف ده؟ تعرف حد يا ابني بالوصف اللي وصفه ابني؟ الشاب اللي وصفه تعرفه؟ ايوه، ده حد معرفة وجه يتقدم لاختي واحنا رفضناه. طب وهي كانت عايزاه وانتم اللي رفضتوه؟ لا هي ما كانتش موافقة عليه اصلا. الشاب ده الله يسامحه عمل لكم سحر، عمل سحر اسمه سحر المحبة لاختك، وللأسف خادم السحر اللي هو ناسور عشق اختك ولازم العمل يتشال، والا الخادم هيفضل موجود. وبس كده تكون انتهى الجزء التاني وخلاص، ما فاضلش غير جزء واحد والاخير، وبعدها محضر لكم القصة يعني هتعجبكم جامد. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي من تحت انك من الابطال، لانك ما بتخافش ووصلت لحد الجزء ده. وسلام. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان في الجزء التالت هيوصل قريب. سلام.